ابنك مجنون يا حاج. انا اصلا تعبت من الموضوع ده واتخنقت، وهرن على مستشفى العباسيه دي تيجي دلوقتي، هي اولى بالكلام ده. الو، مستشفى العباسيه، ابوس ايديكوا تعالوا الحقونا من الناس والاشكال اللي احنا بنشوفها وبنسمعها دي. كابتن فله، لا تمام، ما حدش بيرص له، لا كله تمام تحت السيطره. لا انا معاده لما تيجوا، بس ما تتاخروش علينا بقى، هو كده استوى بقى زي الفل اهو، معايا لما تيجوا اهو. الحكم والفار ومعلق، الثلاثه دول برضو معاهم، يعني برضو كسبوا النادي الاهلي. المعلق؟ يعني هو المعلق ممكن يكسب النادي الاهلي؟ ما تقاطعنيش. لا ما يعني بقول لك بس حاجه، هو لازم سؤال، يعني هو ازاي المعلق هيكسب النادي الاهلي؟ بالمره يعني يعني ممكن الحكم استنى بس، انت المعلق بيزيد عليا شويه. ازاي؟ هقول لك اول حاجه الحكم ده لا. اهي دي الاشكال والناس اللي احنا بنسمعها وبنتفرج عليها على شاشات التلفزيون وفي البرامج الرياضية، وبيتقال عليهم اعلام رياضي. والاهم من ده كله ان جمهور الزمالك بالاخص مسحوب وراهم يمين يمين شمال شمال. والله العظيم الناس دي اقل من انها تظهر على القنوات او تتكلم بلسان الرياضة في مصر. احنا كجمهور ذنبنا ايه علشان نتفرج على ناس زي دي بتظهر على قنوات لا تفقه شيء عن اي شيء غير ان هي بتخبط؟ الناس دي ملهاش مكان على القنوات وعلى الشاشات، الناس دي مكانها معروف، الناس دي مكانها مستشفى العباسية. اي واحد بيفهم ايا كان لازم يعرف ان الناس دي ما ينفعش تتكلم بلسان حال الرياضة وتطلع تظهر في برامج وعلى قنوات واحنا نتفرج عليها ونسمعها، وفي الاخر اعلام رياضي ولاعبين قدامى. حكمتك يا رب، ربنا يعني يا رب انقذنا يا رب من اللي احنا فيه.